عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن برنامج من أهم البرامج في تربية الدواجن، تربية الفراخ. هو برنامج التصويم أو التجويع. للأسف الشديد في ناس كتير قوي معترضة عليه وتقول لك بيعمل مشاكل، ما تجوعش فراخك، ما تجوعش كتاكيتك. الكلام ده لا، بالعكس، التجويع من أهم البرامج. تعال أقول لك الأول على فوائد التجويع. بص يا سيدي، التصويم بيرفع من مناعة الفراخ وبيزود سحب العلف، وكمان بيخفف الضغط على الكلى، بيزود معامل التحويل، وبيحسن من عملية الهضم وتحسين امتصاص الغذاء، وبيقلل الإسهالات، وبيحسن من وظيفة الجهاز الهضمي، وبيقلل الإصابة بالكوليستيريديا والكوكسيديا. ده طبعا لما تمشي بيه في المعقول، إنما لو زاد عن حده طبعا بيزود أو بينشط الكوليستيريديا. بشرط إن أنت تتبع اللي هقول لك عليه. واحد، بيبدأ التصويم للفراخ من اليوم السادس أو من وزن 150 جرام متوسط وزن الكتاكيت. اتنين، بيبدأ بالتدريج نص ساعة، وابدأ بالتزويد كل 3 أيام، أزود نص ساعة لحد ما يوصل ساعتين. تلاتة، تزيد مدة التصويم على مدار اليوم عن 6 ساعات. أربعة، يفضل إن أنت تجعل التصويم في الصيف ده بالذات، يعني في أوقات الذروة. كمان لما تدي التصويم في الحر وترفع العلف، لما تيجي تنزل العلف بتاعك ما تنزلش علفك مرة واحدة. يعني لو انت مثلا بتعلف وليكن مثلا التربية المنزلي 5 كيلو علف في اليوم، فانت بعد فترة التصويم بتاعتك لو وصلت ل6 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، فالفراخ بتبقى جعانة أوي، فتديها كيلو. ولما يخلص تبدأ تدخل بيه كمان علفة بالتدريج. لو بتعلف في مزرعتك، بتعلف 20 شكارة مثلا، بتبدأ العلفة الأولى تديها 5 شكاير، وتستنى لما فراخك تهدى، وبعد كده تدخل بعلفك. ما تدخلش بعلفك كله مرة واحدة، لأن الفراخ بتبقى جعانة فبيحصل هجوم على العلف، وده بيرجع يرفع تاني آه، الحركة، فبيبدأ يعمل معاك احتباس حراري من جديد. يبقى لما تصوم فراخك ما تديهاش علفك مرة واحدة، بالذات في الصيف. إنما في الشتاء الأمر طبيعي جدا. اهم حاجه كمان لما انت تشتغل على التصميم، بلاش تشتغل من اول يوم، بتشتغل من عمر اليوم السادس او السابع، او زي ما بنقول من بعد وزن فراخك ما توصل 150 جرام، علشان في ال5 6 ايام الاولانيين بنكون محتاجين لكل ثانيه وكل جرام علف، يعني كل ثانيه من عمر الكتكوت وكل جرام علف هياكله الكتكوت. لان الفتره ديت تراجع الاكل بيسبب لك مشاكل كتير قوي على مدار الدوره. ان شاء الله باذن الله لو طبقت برنامج التصويم زي ما قلنا تشتغل عليه، ممكن تشتغل عليه متقطع، وممكن تديه فتره واحده، يعني تشتغل ساعتين مره واحده، او ممكن تجوع ساعه بالليل وساعه بالنهار بالتدريج، وتبدا تزود بايه في فترات التصويم بتاعتك بالليل وبالنهار، ساعه ساعتين، وانت ماشي كده. وان شاء الله تشوف نتائجه. اولا هتلاقي فراخك دايما نشيطه، ثانيا حيويتها عاليه، ثالثا مناعتها عاليه، رابعا هتلاقي ممنوع تهدير العلف. فراخك بتحويلها عالي، لان ما فيش، مش هتلاقي المشاكل المعويه اللي بتلاقيها كل دوره، بالذات قصه العلف الغير مهضوم، لان هتريح الامعاء، هتريح المعده، هتبدا المعده تهضم العلف اللي بتاكله وتبدا تحول لك بيه. انما العلف المستديم في الامعاء بيكون سبب في نزول اخراجات محمله بالعلف بدون هضم. يا رب اكون قدمت لكم معلومه سريعه، معلومه مفيده تفيد حضراتكم في التربيه، وكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن برنامج من اهم البرامج في تربيه الدواجن، تربيه الفراخ. هو برنامج التصويم او التجويع. للاسف الشديد في ناس كتير قوي معترضه عليه وتقول لك بيعمل مشاكل، ما تجوعش فراخك، ما تجوعش كتاكيتك. الكلام ده لا، بالعكس، التجويع من اهم البرامج. تعال اقول لك الاول على فوائد التجويع. بص يا سيدي، التصويم بيرفع من مناعة الفراخ وبيزود سحب العلف، وكمان بيخفف الضغط على الكلى، بيزود معامل التحويل، وبيحسن من عملية الهضم وتحسين امتصاص الغذاء، وبيقلل الإسهالات، وبيحسن من وظيفة الجهاز الهضمي، وبيقلل الإصابة بالكوليستيريديا والكوكسيديا. ده طبعا لما تمشي بيه في المعقول، إنما لو زاد عن حده طبعا بيزود أو بينشط الكوليستيريديا. بشرط إن أنت تتبع اللي هقول لك عليه. واحد، بيبدأ التصويم للفراخ من اليوم السادس أو من وزن 150 جرام متوسط وزن الكتاكيت. اتنين، بيبدأ بالتدريج نص ساعة، وابدأ بالتزويد كل 3 أيام، أزود نص ساعة لحد ما يوصل ساعتين. تلاتة، تزيد مدة التصويم على مدار اليوم عن 6 ساعات. أربعة، يفضل إن أنت تجعل التصويم في الصيف ده بالذات، يعني
في اوقات الذروه. كمان لما تدي التصويم في الحر وترفع العلف، لما تيجي تنزل العلف بتاعك ما تنزلش علفك مره واحده. يعني لو انت مثلا بتعلف وليكن مثلا التربيه المنزلي 5 كيلو علف في اليوم، فانت بعد فتره التصويم بتاعتك لو وصلت ل6 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، فالفراخ بتبقى جعانه قوي، فتديها كيلو. ولما يخلص تبدأ تدخل بيه كمان علفة بالتدريج. لو بتعلف في مزرعتك بتعلف 20 شكارة مثلا، بتبدأ العلفة الأولى